هو نجم السامبا ألكسندر باتو فين دلوقتي؟ فاكر لما الكل كان بيقول إن باتو هيبقى مستقبل البرازيل؟ الولد اللي وهو لسه 18 سنة كان قادر يتلاعب بدفاع أقوى دوري في العالم. ألكسندر باتو بدأ في انترناسيونال ولفت الأنظار بسرعة خرافية، وبعد ما قدر يفوز معاهم بمونديال الأندية وفي سنة 2007 ميلان قال ده مشروع كاكا جديد، وتعاقد مع اللاعب ب 24 مليون يورو، وده كان مبلغ كبير وقتها. مع الميلان على مدار 6 مواسم قدر يسجل 63 هدف وصنع 18، وكان بيقدم مباريات قوية جدا، وكان حرفيا واحد من أقوى مواهب العالم. بس لا، مفيش لاعب برازيلي الدنيا مشيت معاه كده سالكة. باتو والإصابات كانوا عاملين خناقة كبيرة جدا، كل مرة يرجع يقع تاني، ومع الوقت ثقته في نفسه راحت خلاص، وحتى مستواه الفني ما كانش قادر يخليه يكمل مع ميلان. راح كورنتيانز وساو باولو وبعدها تشيلسي فيا ريال تنجاين السين واورلاندو سيتي. كل مره كنا بنقول باتو راجع، لكنه عمره ما رجع فعلا. النهارده باتو عنده 36 سنه وخلاص اعتزل كره القدم، في وقت فيه لعيبه اكبر منه بتلعب في مستويات عاليه زي مودريتش مثلا. قول لي بقى في الكومنتات تحت، تحب اقول لك الحلقه اللي جايه قصه مين تاني ضاعت موهبته وكان ممكن يوصل لمكانه بعيده في كره القدم؟ هستنى الكومنت بتاعك. سلام.